فالعضو الذي نحدثكم عليه اليوم الذي هو مصاب اليوم ويتألم اليوم ويتعرض للمجاعة والحصار والعطش ومنعه من الحياة هو فلسطين، هو الأقصى والقدس، هو الأرض المباركة، هو تلك الأرض المباركة التي هي قلب الأمة. اليوم أعداؤنا طعنونا بحربة في هذا القلب، وها هم اليوم يذلوننا بقهر أهلنا أمام أعيننا. الناس اليوم في فلسطين تموت جوعا وبردا من شدة الحصار المطبق عليهم برا وجوا وبحرا. واليوم زاد العدو في طغيانه وجبروته، فأصبح يقتل رجال الإغاثة والعمل الخيري، ويقتل الأطباء، ويضرب سيارات الإسعاف، ويقتل الجرحى والمرضى في المستشفيات، بل يهدم المستشفيات ويمنع الأكسجين حتى على الأطفال الخدج. ماذا نقول لمولانا عز وجل وهو قد دعانا من قبل؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنت إنفاقك وزكاة فطرك وأموالك وكفارتك ويمينك كله لله الواحد الأحد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ما هو المانع؟ فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ما عقوبة عندما نمنع خيرنا عن أهلنا الذين طلبوننا بأسمائنا، طلبوننا بوصفنا أننا مسلمين مؤمنين عباد الله في الأرض،